عادة وحدة تقدر تبدل حياتك كاملة، هي المديتيشن ولا التأمل. من احسن الحاجات اللي تقدر ديرهم باش تكون احسن نسخة من راسك. في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم شنو هو التأمل وعلاش مهم حتى للدرجة هذه وكيفاش ديروه بالضبط. حنا في النهار ديالنا كيجيونا بزاف الافكار، يا اما افكار ايجابية ولا افكار سلبية ولا افكار اصلا ما كنبغيوش نفكروا فيها وغير كتجينا وصافي. التأمل شنو كيدير؟ كيخليك تراقب هذوك الافكار اللي كيجيوك وكينقص لك بزاف الافكار اللي ما كيكونوش مزيانين ليك. وعلاش مهم حتى للدرجة هذه اللي قلت لكم؟ كيخليك تكون كالم اكثر وكتفكر بافكار مزيانة. الا كنتي كدير شي خدمة ولا شي حاجة مهمة كيخليك تركز فيها. انا كيف ما قلت في النهار ديالنا كيجيونا بزاف الافكار، فخاصنا ضروري شي وسيله انها توقف هاد الافكار هادو اللي ما عندنا ما نديرو بهم وغير اللي كيشوشوا علينا. دابا كيفاش دير التامل؟ سهله بزاف واي واحد يقدر يديرو. غادي تبرك في بلاصه هادئه ما فيهاش صداع بزاف، غادي تسد عينيك وغادي تركز على التنفس ديالك، ولا تقدر تركز على الاصوات اللي دايره بك، وضروري تركز في كل تنفس درتيه ولا اي صوت سمعتيه. وإلا جاوك افكار وضروري غادي يجيوك غادي تخليهم يدوزوا، ما غاديش تفكر فيهم، ما غاديش تفكر في شي حاجه ما عندهاش علاقه بالحاضر. تقدر ديرها بوحدك ولا تقدر تانستالي ابليكاسيون سميتها ميديتو كتبقى توجهك طول داك الوقت اللي بغيتي. تقدر تبدا غير ب3 دقائق ومن بعد تبقى تزيد الوقت. التامل ما كيبدلش حياتك في نهار واحد، ولكن مع الوقت غادي تشوف فرق كبير بزاف.